يا مساء المفاجآت اللي مش عايزة تخلص في أفريقيا. وفي حصاد اليوم الرابع افتح القوس وحط تونس جنب اخواتها، وفي خانات المفاجآت حط تونس في المقدمات. فلو قالوا لي اختاري صورة بتعبر عن اللي بيحصل في الجولة الأولى مش هختار أنسب من الصورة دي. عارف ذهول المشجعة من الصدمة، عارف لو تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي، لو احنا من كتر الصدمة انت مش عارف تعيط ولا تضحك، من كتر ما انت مصدوم ولا تتضايق. كل ما حد يتزنق يطلع يقولك يا جماعة لعلها تكون زي الأرجنتين. اوعوا تنسوا ان الأرجنتين خسرت بس بعد كده رجعت وكسبت البطولة. بالنسبة للناس اللي كلها اللي عمالة تخسر وتتعادل كلهم هيبقوا الأرجنتين وهيكسب البطولة. النهارده حتى المدير الفني لمنتخب تونس اللي عنده مشاكل كتير زيه زي فيتوريا، الاتنين ما تعلموش الدرس وقال لك عايز يا جماعة بتحصل والأرجنتين خسرت وبعدين قدرت ترجع. انت عايز اوجه له رسالة، انت ما اشتركتش على ماتش مصر، انت ما شفتش ماتش الجزائر، انت ما اتعلمتش اي حاجه من اللي عمال يحصل، وانت مشجع عادي بتتفرج على الكوره وقالوا لك تونس هتلاعب ناميبيا، طبيعي تقول تونس هي اللي هتكسب. ده قبل طبعا المفاجآت اللي شغاله تحصل. يعني يوم ما الدنيا تبوظ هيتعادلوا ونبقى كارمين ناميبيا. اصلا المجموعه بتاعت تونس صعبه، معاها مالي ومعاها جنوب افريقيا، فهم دول اللي قلت هيبقى فيهم المنافسه، مش ناميبيا كمان هندخلها في المنافسه. ننزل المباراه تلاقي ناميبيا عامله يعني جيم على تونس مش موجوده، اللي هو قوم يا فاطين احنا بنلعب، قوم يا تونس احنا بنلعب. ناميبيا مضيعه اكتر من 3 فرص محققه. الدفاع بتاع تونس وخط الوسط كان عنده مشكله كبيره جدا، كان لازم انه المدرب يتدخل ويحلها. قالوا له مهاجم سان داونز مضيع جونين لوحده، طبعا احنا عارفين لو كان بيلعب الاهلي كانوا دخلوا. المدرب كان بيتفرج زيه زينا، وهجمات خطيره جدا عماله تيجي لتونس، هم مش موجودين فعلا الشوط الاولاني. قلنا الحمد لله الاهداف ما دخلتش، تقدر تونس ان هي بقى تنزل الشوط الثاني وتعوض. كان ليهم اكتر من هجمه خطر. الرطوبه يا جماعه مخليه محدش فعلا شايف، يعني تحس ان اللعيبه متاثره جدا، غير كمان الاخطاء اللي بيعملها المدربين. نفس الخطا اللي عمله فيتوريا هو تقريبا نفس الخطا اللي عمله النهارده مدرب منتخب تونس بعدم البدء برقم 6 اللي هو يكون دستروير اللي يقدر ان هو يفسد الهجمات. كانت بتروح فعلا على تونس هجمات خطر جدا. شويه ابتدوا يتحركوا في الشوط الثاني، علي معلول رفع اكتر من عرضيه كانت متقنه قوي، كان فعلا مكانهم الشبكه. قلنا خلاص قدر الله ما شاء فعل، مش مشكله نخرج متعادلين. فجاه ناميبيا تقول لك والله ابدا لا حقق المفاجاه واغلب تونس. في الدقيقه 88 عرضيه بترفع محدش ضاغط عليه ولعب عرضيه بالونيه، اللاعب واقف لوحده وسدد براسه لوحده، ولا فيش تغطيه عكسيه ولا في حد من الدفاع، لو في غفله فعلا من الدفاع وفي غلطه ساذجه جدا انها تحصل. ناميبيا بتسجل الهدف الاول وبتفوز بالمباراه. هارد لك كبيره طبعا لتونس، ان شاء الله يعني المباراه اللي جايه تقدر انها تعوض، خصوصا ان هي هتقابل المباراه اللي جايه منافس قوي وهو مالي. انا شفت المباراه النهارده مع جنوب افريقيا، انت هتلاعب فعلا منافس قوي عنده لياقه بدنيه كويسه جدا، كانت مكمله معاه النهارده لحد الدقيقه 90. المباراه مش هتكون سهله على تونس، كل التوفيق طبعا ليها في المباراه اللي جايه. المباراه الثالثه بقى ما بين النسور مالي ومش بقى جنوب افريقيا لا وسان داونز. هو تقريبا في 7 لاعبين من سان داونز، وتحسي هي روحهم فعلا نفس الفكره بتاعت سان داونز، الزياده العدديه اللي بيعملوها، الزياده اللي في الهجوم. بيرسي تاو لحد قبل ضربه الجزاء كان عامل اداء كويس جدا وبيخش يخترق من العمق زي ما بيعمل مع الاهلي، وتحس المباراه فيها نديه، هجمه لمالي وهجمه لجنوب افريقيا، ان هو قلبك بقى مع جنوب افريقيا بتشجع بيرسي تاو، والناحيه الثانيه تروح تشجع ديانج عشان مالي. وجنوب افريقيا فعلا ضغطت في جزء كبير جدا من المباراه، وكان عندهم اكتر من هجمه خطره وجالهم ضربه جزاء. هوب يلا عشان ايه احنا عارفين طبعا الفرص الدقيقه هي عنوان البطوله. بيرسي تاو بيشوطها في السماء بتروح تسلم على المدرجات، او بيبعتها جنوب افريقيا بطياره في السماء. وهنا بقى دي كانت نقطة التحول اللي حصلت في الماتش. جنوب افريقيا الريتم بتاعها واقع جدا، خصوصا ان هم بذلوا جهد كبير جدا في الشوط الاولاني فما اسعفهمش نفس الجهد في الشوط الثاني. تقدر تقول ان المباراة دي حسمتها الخبرات اللي عند فرقة مالي. اكتر المباريات اللي كانت مباراة جيدة جدا بصراحة من الفرقتين، وتحس فيها ندية، مش فريق كعبه عالي بشكل كبير جدا على الفريق التاني. المجموعة اتصعبت، مالي دلوقتي بقت في المركز الاول بفارق النقط عن ناميبيا، وبعديها طبعا بلا نقاط تونس وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا هتقابل ناميبيا، لو عملت اي حاجه انها تكسب يبقى خلاص بقى ربنا معانا في البطوله. كل التوفيق بقى بكره لمنتخب المغرب، محدش يا جماعه يجيب سيرته، ده هيلاعب تنزانيا، يعني احنا كمصر اللي غلبناها في الودي. اعتقد ان المغرب ان شاء الله قادر يكسبها، انا مش حمل مفاجآت تاني.